مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم معنا ولقاء جديد ومتجدد وبرنامجكم الاسبوع اعرف ليه. موضوع حلقتنا النهارده يكون عن الخيانه باشكالها، وممكن تكون تحديدا ممكن منها انواع الخيانه الزوجيه. هنتعرف اكثر على هذا الموضوع من خلال ضيفتنا الكريمه الدكتوره ايمان عبد الله، استشاري الصحه النفسيه. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. دكتوره ايمان، لفظ الخيانه ده لفظ يعني هنقول كبير وليه معاني كتيره وليه اضرار كتيره. هنبدا بمعنى الخيانه، مفهوم الخيانه بصفه عامه قبل ما نتطرق لانواعها. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، وبنقول ان هو موضوع طبعا اذا انتشر بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه فاصبحت ظاهره تهدد فعلا البيوت، تهدد الاخلاقيات. الخيانه بصفه عامه هو سلوك غير مرغوب فيه، سلوك يعتبر سلوك من السلوكيات الشاذه، سواء الخيانه في الحياه الزوجيه او الخيانه في المجتمع او الخيانه في السياسه. يمكن احنا من اكثر القضايا التي تثيرنا حتى كتير. ان يقول لك ده انسان خائن، يعني اعدام، يعني خائن لوطنه. يعني اذا الخناقه هي الخروج عن المألوف، الخروج فعلا عن السلوكيات المألوفه، واللي هي بتهدد الوسط اللي بيبقى فيه هذا الشخص. فانا بقول ان الخيانه بشكلها العام هي ظاهره تهدد اي مكان الشخص بيبقى متواجد فيه. تمام. تمام. طب دكتوره، بنتكلم يعني لو اتكلمنا عن اسباب الخيانه، ممكن لو هنتطرق للخيانه الزوجيه مؤخرا سواء من الزوج او الزوجه، ممكن تكون السبب ناتج عن ايه، او ايه هي الاسباب المباشره او غير المباشره اللي بتؤدي للخيانه بمعنى صح؟ والله انا دايما كده اقول معلومه كويسه في موضوع يعني في الموضوع العلاقات الزوجيه، يعني لصحه الزوجين، ان اذا فقد الاهتمام بين الزوجين اهم شيء تربط الزوجين ببعض. فهنا الزوجه تجد ان مؤشر الاهتمام بتاع الزوج ابتدى يقل، فتبتدي تفتش وتعمل مباحث على الموبايل بتاعه، على صفحته على الفيس، تسمعه او تبدا تسمعه بيتكلم مع مين، تبدا تراقب تصرفاته. واول ما الزوجه تلاقي ابتدى الاهتمام يقل او الكلام العاطفي بينهم وبين بعض، هنا بتبتدي تشك فيه. وفعلا بتكتشف ان في علاقات، وانا بتجيلي استشارات كتيره جدا عن ان زوجه سمعت زوجها وهو بيكلم واحده، او على الواتس. يعني احنا بنستخدم حتى الوسائل الحديثه في ان هم يهدموا الاسر. وفعلا تيجي زوجات تكلمني الساعه 2 بالليل تقول لي هو بيتكلم على الواتس مع واحده. فبتبقى هنا منهاره، لان الزوجه بتشوف ان لو الزوج اتكلم في التليفون او على علاقه بواحده، حتى لو العلاقه دي علاقه غير مثلا تطرقت لكلمه الخيانه او الزنا، هي بتعتبرها خيانه. ولكن الخيانه انا بعتبرها ان اللفظ في غير موضوعه خيانه. يعني انا متشدده في الجزئيه دي بصراحه. اللفظ في غير موضوع خيانه. زوجه او واحده بتكلم زوج رب اسره تقول له انت اكلت ايه او شربت ايه، او تساله على خصوصيات، ويبدا الموضوع يتطرق الى علاقه مختلفه تماما عن الزماله. فاذا ده بيعتبر خيانه سواء منها او منه. علاقات الشات المتعدده اللي بتجيلي من البنات والاولاد بتتطرق من خطوبه راقيه وعلاقات محموده الى علاقات بتهدر الاسره اللي هو دخل فيها عشان يخطب البنت دي. فاذا ليه؟ لان هو ابتدى ينحرف، والخيانه هنا اسلوب منحرف وعلاقات متعدده احنا بنشوفها في مجتمعنا ابتدت تنتشر فعلا، لان كله ابتدى يخرج عن النطاق الشرعي في العلاقات، ويبتدي يقول لك انا بعمل ايه ده، انا بتكلم، انا بعمل ايه ده، انا عايز منها صوره، انا بعمل ايه ده، انا لا. الوقت المتاخر خيانه. الالفاظ اللي انت بتقولها في غير موضعها، او هي برضو تقول لواحد الفاظ غير موضعها. صوره بتوريها انت ماشيه محجبه، توري واحد صوره بشعرك على الشات، تبقى خيانه. لازم نوضح المصطلحات دي لانها ابتدت تظهر، وانا بيجيني لا يقل عن 50-60 رساله مصوره من بنات بتبعتها لي كوبي وبيست، بلاقي ان فعلا البنت بتبقى ماشيه طبيعي جدا والولد ماشي طبيعي جدا، ولكن من كثره الحوار بتبدا العلاقه تنحرف الى يعني بنقول بتجرف كده لمكان اخر خالص، وتاخد مجرى نهائي ويحصل انفساخ للعلاقه او طلاق او هكذا. يمكن في حادث شهير ان في زوجه كانت بتتكلم مع شخص على الشات واتضح ان هو زوجها وقتلها في الاخر. يعني طب وليه نحط كده؟ انا دايما اقول ان الخيانه مهدده، ان الخيانه شيء بيهدم الاسره، وان الخيانه في الرجل بتختلف برضه في الخيانه عن المراه. عشان ما حدش يقول ان انا متحيزه، لا، هو انا بيجيني مشاكل واعرف تماما ان لو الزوج، واحنا بنعالج حالات نفسيه كتير، ان لو الزوج اكتشف خيانه للزوجه لا يغفر. لكن الزوجه لما بيكون زوجها خاين، احنا مش بنشجعه على الخيانه، ولكن هو
بطريقته كرجل، وبيقول لها ان دايما الرجل بيبقى مثلا عنده علاقات كتير ومتفتح اكتر منك وبيشوف وبيعمل، فاذا احنا بنلتمس له بعض الاعذار وهي بتتناسى نظرا لطبيعتها العاطفيه، اما هو لا يتناسى. لا يتناسى، وبعد كده بحياه تعيش حياه الجحيم وهي بتمرض. فالخيانه بنقول احنا من الاول نعمل قوالب ونعمل كلوز على العلاقات، انت زميل تبقى زميل، انت اخ تبقى اخ، وكل ده بيرجع يا استاذنا الى ان ابتدت البيوت ترجع عن الروح الدينيه في الاسر. بنشوف زنا محارم بشكل كبير، بنشوف مخدرات، بنشوف تفشي العلاقات الشاذه في المجتمع. كل ده بيرجع للوسائل المفتوحه. انا اتكلمت على الشات والفيسبوك، لكن الاكثر من كده الفيديوهات الاباحيه المتداوله حتى للاطفال. وانا بشوف رسائل بتجيني بتصوت بالليل تقولي ابني كان بيدخل على موقع. هذا عدم الرقابه وعدم الفهم الطفل، ان لازم تحفظي طفلك من الاشياء اللي ممكن يتعرض ليها، مش الخيانه للزوج بس والناس دكتورة الكبيره. ايمان، هل مفهوم الثقافه او اختلاف الثقافه هنا المصريه والعربيه عن الثقافات الاجنبيه ده سبب مباشر فعلا في موضوع استخدام السيء للوسائل الالكترونيه زي الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي؟ والله هقول لحضرتك على حاجه. الثقافه حاسس ان الثقافه عندنا تختلف عن بره، هم بيستخدموه استخدام في حاجات احنا بنستخدمه في الأسوأ. والله احنا بنستخدم التكنولوجي بصفه عامه في الأسوأ. نادرا النسبه الكبيره بيستخدموها في الأسوأ. بره ما فيش ان انت تبقى قاعد كده وداخل موقع وتلاقي صور بتهاجمك، او تلاقي موقع بيتعرض عليك ما تخش ما تشارك. لا، هناك في حمايه للمشاهد. حتى احنا ما عندناش حمايه للمشاهد عبر الفيسبوك. انت ممكن تدخل في موقع، انا كنت بدخل يمكن قلت اكتر من مره في القنوات، بدخل على مواقع دينيه عشان اقرا بعض الاشياء اللي هي عشان في الحكم بقى. انا عندي مشاكل زوجيه بتجيني، فلازم يبقى في وعي في الجزئيه دي. الاقي ان بيبقى في صور، بيبقى في مواقع بتعرض عليكي. لا، ده كده اختراق لحقوق المشاهد، ودي المفروض تبقى من الحكومه نفسها هي اللي بتعملها. انا بشوف حتى في الامارات توقفوا الحاجه دي رغم ان هي عندها انفتاح اكتر مننا في العلاقات. العلاقات دي بتبقى بمزاجهم وليس بالاكراه. الاشياء دي بيبقى ليها وقتها. احنا بناخد الثقافه وبناخد الحاجات دي كلها بالشكل، احنا فاكرينهم ان هم بيعملوا كده، ولكن انا بحب اصحح بس معلومه للمشاهد ان هم مش بيعملوا الاستخدامات السيئه زي ما احنا بنعملها. يمكن في نسب كبيره بيقول لك ان 66 تقريبا الف مشاهد عربي هو اللي بيدخل على هذه المواقع، اكثر من اللي اخترعوا هذه المواقع. ولو اللي اخترع الفيسبوك واخترع المواقع دي عشان يعرف ان في الاخر ان هيبقى هذا المصير، والله ما كان اخترعه. لان هو بيخترع لتحميل كتب لتعارف. يعني ربنا خلقنا شعوب وقبائل لنتعارف، مش عشان نبوظ العلاقات ببعض وناخد الأسوأ ونمارسها في بيوتنا. انا بشوف الاطفال اكتر، بقت اكثر المشاهده للاشياء دي كلها. الاعلام والمسلسلات التي تبث وتشجع دور الخيانه، بتدي الخيانه للزوجه بطريقه مسلسله وبطريقه بسيطه جدا، ان انت مقهوره عاطفيا، فبالتالي عادي جدا ان انت يبقى ليكي اي علاقه تانية والمجتمع يتعاطف، لان احنا مجتمع عاطفي. مجتمع يديله بس انت حاجه كده فيها عياط يعيط ويعيش ويقول لك احنا متعاطفين معاها، دي غلبانه، رغم اني تدان قانونا وشرعا. فنخلي بالنا من المواقع والافلام والاشياء والسينما والكلام ده كله. نعم. طب دكتوره ايمان، هنا بقى النصيحه اللي ممكن توجهها للزوج او الزوجه عشان يعني ما ينخرطش ورا هذه الوسائل، وفي نفس الوقت تحافظ على كيان اسرتها ويحافظ على كيان اسرته، لان هو اختار الزوجه دي وهي اختارت الزوج ده عن تراضي وعن حب وعن وفاق، عشان ما يبقوش عرضه لهذا الموضوع. انا بقول حاجه للساده المشاهدين، ان نرجع تاني نبث الروح الدينيه في العلاقات. دي نمره واحد. نمره اتنين، ان حضرتك اخترتها بعقلك وبقلبك. ما اللي بيغير العلاقه فيما بعد؟ اللي بيغير العلاقه فيما بعد هو افكار شيطانيه. والله سبحانه وتعالى ذكر في القران الكريم شياطين الانس والجن. مش شرط ان يبقى الشيطان ده في صوره رجل او شيطان في صوره مراه، فنبعد عن الاشياء دي كل البعد ونخلي العلاقات بشكلها الرسمي فقط. تمام. اشكرك جدا يا دكتوره ايمان. في نهايه اللقاء بتوجه لك بالشكر. كل الشكر لك يا فندم ونورتيني. شكرا لحضرتك كل الساده المشاهدين. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا الاعزاء، وبكده نكون وصلنا لختام حلقه اليوم، على وعد بلقاء جديد في الاسبوع القادم، موضوع اخر جديد ويعرف ليه. شكرا لكم والى اللقاء.